with the graver. كده ومعلش اشلي بقى معانا في الاجواء. مرحبا يا أصدقاء، كيف الحال؟ معكم كارل. وانا سما. لو اول مره تشوف القناه، انا مصريه تمام، وكارل امريكي. ومعظم فيديوهاتنا حتى الان من امريكا. هدخل في الموضوع على طول. فيديو النهارده هيكون عن مناسبه مهمه جدا هنا في امريكا، اللي هي الثانكس جيفن، اللي هو عيد الشكر الامريكي. فاللهم صل على سيدنا محمد. انا قبل ما اجي امريكا كنت معتقده ان دي مناسبه دينيه، فكنت بصراحه مستغربه هم ليه اهل كارل بيحتفلوا بيها. تمام. فبعد ما جيت بقى هنا اكتشفت العكس، اكتشفت ان هي مش مناسبه دينيه. فهنسال كارل دلوقتي ايه هو عيد الشكر هنا يعني. Thanksgiving is a tradition where everybody is thankful and eats a lot of yummy food. yeah. بيقول ان هو، انا هترجم وراه عشان يكون الفيديو سامعي اسهل لكم يعني. المهم ان هو بيقول ان هو مناسبة يعني من التقاليد يعني، وهنا والكلام ده ان الناس بتاكل فيه اكل يعني عارفين معين والكلام ده وكده. هقول له دلوقتي يعني هو، فهسأله هو ده حاجة دينية اصلا؟ It's not really religious, but you can be thankful. بيقول ان هو حاجة ملهاش علاقة يعني، هو مش حاجة دينية. We love it. It's a national holiday. بيقول ان هو يعني يعتبر عطلة وطنية او يعني احتفال وطني يعني، تمام، مناسبة وطنية. فهو الحاجة الرئيسية في الاكل ده ديك الرومي، اكيد بنشوفها كتير في افلام اجنبي. فانا كنت واحدة زي ما بقول لكم، واحدة من الناس معتقدة ان دي مناسبة دينية. تمام. فهو بيكون الحاجة الرئيسية الديك الرومي، وبقى اكلات تانية، وهوريكم مثلا الاكل اللي حماتي عملته والكلام ده. فكارل بقى راح يشوف اشلي. تمام. فبص هو بيكون، وفي برضو صوص كده يعني معين، اللي هو الجريفي صوص بقى، بيكون اللي هو عارفين زي دقيق، وبيتعمل بدقيق كده وشوربه. تمام. بطريقه معينه، اللي هو بيبقى يعني الصوص مشهور جدا زي البشاميل كده، بس يعني بيتاكل، مش بيحتاج تسويه في فرن او كده. تمام. بيعملوا مثلا اللي هو فطيره او يعني كيك معين بطريقه معينه، اللي هو بالبامكن، اللي هو قرع العسل يعني، واللي هي بتاع التفاح، كيكة التفاح او فطيرة التفاح وبس. فانا هوريكم برضو الاكل شكله عامل ازاي، بس بعرفكم قبلها علشان يعني مش هعرف اشرح لكم كل حاجة وانا بوريكم الاكل. من الحاجات برضو اللي هم الاكل اللي بيعملوه، اللي هو بيكون بطاطس مهروسة، تمام، وعليها اللي هي الزبدة والكلام ده، اللي هي مشهورة يعني، الماش بوتيتو وكده. فهي مشهورة، أكلة مشهورة. بيعملوا بقى، بيحطوا عليها بقى صوص الجريفي وكده، والتركي ده من الأساسيات. واللي هو الصوص اللي هو معمول بالكرانبيري ده، اللي هو عارفين الأحمر، الصوص الأحمر هوريه لكم برضو. فده يعتبر من الأساسيات اللي هم لازم بيعملوها في المناسبة دي وكده. أكيد طبعا هتكونوا شفتوا أفلام أجنبي كتير، فشفتوا الأكل بيبقى عامل ازاي، وهتشوفوا برضو الجزء اللي انا هوريه لكم الاكل اللي حماتي كانت عاملاه. فبس اعذروني معرفتش اصور قوي عشان اشلي كانت معايا وكده. فان شاء الله بقى السنه الجايه ربنا يدينا العمر اصور لكم بقى بتفصيل اكتر، وممكن اوريكم الاكل بيتعمل. ففي بقى جزء كده بسيط صورته في السوبر ماركت، بوريكم الحاجات اللي هم، بعض الحاجات اللي هم بيعملوها وكده. تمام. فاتمنى ان انتوا بقى تستمتعوا بالفيديو كده، ومعلش اشلي بقى معانا في الاجواء. بصوا ده بقى العيش اللي هو بيتحط جوه الديك الرومي، مش بيحشوه مثلا رز او كده، لا بيحشوه العيش ده مع توابل بقى وخلطه معينه وكده، تمام، مع زبده وكده. فاللهم صل على سيدنا محمد. وده يعني مكسرات بقى بشكل عام. ده بقى الديك الرومي، في منه بصوا في كل مكان هتلاقوا الديك الرومي الفتره دي. واللي هوريكم دلوقتي الجريفي صوص اللي بقولكم عليه، بيبقى مع البطاطس دايما. ده بقى اللي هو الكرانبيري ده بيتعمل منه اللي هو الصوص الاحمر اللي انا وريته لكم ده، ولسه هوريه لكم تاني. بالمرة بقى بوريكم فشار منتشر الفترة دي بنكهات الشوكولاتات والكلام ده. قولولي كده لو نزل في بلدكم ولا لسه. ده بقى بالنسبة الفشار ده بيكون الفرق بس ان العلبة مختلفة، بيكون بنكهات عادية، الجبنة مثلا او كده. بس الفرق ان هو على حسب الموسم يعني، بيكون شكل العلبة بتاعته. دي بقى شوكولاتة خائم بوريكم بشكل عام، بتبقى منتشرة في الموسم ده. هنا بقى في الجزء ده هبدأ اوريكم الاكل اللي حماتي عملته وكده. يعني حاولت اشارك على قد ما اقدر معاكم. ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا، اللي هو زي ما قلت لكم اللي بيتحشي جوه الديك الرومي. تقريبا بيكون فيه اللي هو الكرفس برضو معاه وكده. فبصراحة بيبقى طعمه تحفة قوي. انا ما تخيلتش طعمه اول مرة دوقته، كنت مستغربة ان ازاي ده يطلع كده.
بعد كده هنيجي للي بعده، ده نوع من انواع البطاطا. هي يعني مش بطاطا حلوة اللي هي البطاطا ولا البطاطس برضو. واللي بعده ده بقى الديك الرومي. الديك الرومي هي حماتي مقطعاه كده بعد ما استوى، علشان يعني مش بيتقطع على السفرة عشان يعني في اطفال وكده والكلام ده، فان هو يبقى جاهز. اللي بعده ده بقى اللي هو الاخضر، دي سلطة، بس السلطة دي انا اللي كنت عاملاها فيعني شاركت باي حاجة وخلاص كده يعني. بعد كده بقى هنيجي دي بطاطا. تمام. اللي هي البطاطا الحلوة يعني في الدول الغير مصر، دي بتبقى مهروسة وكده. تمام. الاكل على فكرة كل سنة يعتبر يعني هو نفس المنيو يعني. تمام. دي بقى اللي جاية بعد كده، دي اللي هي البطاطا بقى برضو، بس بطاطا مشوية. هنيجي بقى بعد كده برضو في سلطة تانية على فكرة، بس السلطة وكده والكلام ده مش لازم طبعا، مش مرتبطة يعني بالمناسبة دي او كده، عادي كل واحد بيعمل السلطة اللي بيحبها. دي سلطة بقى كرنب، يعني زي كولد سلو كده بس من غير صوص. ده بقى اهم حاجة اللي هو البطاطس، اللي هو البطاطس المهروسة وكده، وبيتحط عليها الصوص الجريفي اللي قلت لكم عليه. فده يعتبر من الاساسيات يعني، هو والديك الرومي، الثلاث حاجات دول والكرانبيري صوص، دول يعني يعتبر الاساسيات بتاع السفرة. اي حاجة بقى تانية تقريبا بتختلف من شخص لشخص. بعد كده بقى هنيجي زي ما قلت لكم من اساسيات السفرة في الموسم ده وكده يعني، او في المناسبة دي، وهو الكرانبيري صوص. ده زي ما وريتكم كده، بيتعمل من الحب اللي انا وريته لكم ده، وبيتحط عليه سكر تقريبا، ده بس اللي وخلاص ميه وخلاص على كده. تمام. ده على فكرة علشان كده ده رمز من رموز الشتاء، هتشوفوا حتى في ديكور الشتاء ان هو يعني بيكون فيه اللي هي زي الشجر اللي هي الاحمر والكلام ده، هي دي بقى. بعد كده برضو من الحاجات الأساسية التانية اللي قلتلكم عليها اللي هو الجريفي صوص. شايفين هو مش زي البشاميل، بس أقصد يعني نفس الفكرة بشكل عام، وبيكون لونه غامق شوية. بصوا الأكل من غيره ما ينفعش خالص يعني مع الأكل ده في المناسبة دي. Oh, well, thank you. When my mom's done with the graver, they have given us multiple helpings. بعد كده بقى ندخل الجزء الخاص بالحلويات. دي اللي هي دي، ودي فطيرة قرع عسل، بس الغامقة دي معمولة من غير بيض. ممكن برضو لو حابين الوصفة واشاركها معاكم في مرة. وده بقى فطيرة التفاح، دي برضو من الأساسيات في المناسبة دي. ودي بقى اللي هو يعني زي السينابون كده بس. أتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون وصل المناسبة دي إيه هي بصورة واضحة. بالنسبة لصور الأكل هنا والصورة اللي جاية، ده اللي هو كان الأكل بتاع السنة اللي فاتت. هتلاحظوا أكل السنة اللي فاتت في الصورة دي نفس الأكل اللي وريتهولكم بتاع السنة دي. حبيت كده وانا ماشيين عند بيت حماتي اوريكم بشكل عام شكل الجو عامل ازاي الفترة دي. زي ما انتوا شايفين الساعة يعني كانت حوالي الساعة 11 الصبح، والجو مغيم جدا كأنه خلاص قرب يليل، لان احنا خلاص احنا في الشتاء، احنا بالفعل دخلنا في الشتاء خلاص، والتلج نزل وكده. وهتلاقوا كمان ان اوراق الشجر كلها للأسف تساقطت. اشوفكم في فيديو جديد، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة. Thank you for watching.